السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف حالكم يا بنات؟ أخباركم؟ كيف كان الأسبوع هذا بتاعكم؟ طبعا كلنا عارفين الجو، وبهذا الجو كيف متغير، فحطيت لكم أنا لما نشرب القهوة متاعي شنو نعمل على الموبايل الصبح. مثلا نفتح الابليكيشن متاع الطقس ونشوف يا بنات، نشوف الدرجة الكبرى لليوم والدرجة الصغرى، يعني درجة الحرارة أكتر شيء وأقل شيء. وهنا هذا يا بنات اليوفي درجة 3، وإنه كاتب لي عالية وتوصل أحيانا حتى ل11. فلما يكتب لكم إنها عالية هي الدرجة 3، معناتها يا بنات الشمس حتحرق حرق وحلونكم حيسمر هلبة هلبة هلبة، مش السمورية الحلوة. وبعدين يا بنات نفتح على الابليكيشن هذا الانستغرام، وعندي اكاونت حلو هو نور 66 او كذا. فيا بنات ديما يكتب في قصص على الاستغفار، قصص على الصلاة الإبراهيمية. معليش نتكلم بسرعة لأن الوقت اللي حطيت فيه تسجيل الكاميرا كان قصير. فنبدأ ندخل لهذه المواقع وناخذ منها في طاقة إيجابية، إن فوائد الاستغفار، فوائد ختم القرآن، فوائد. فنزيد نتشجع، هذا اللي نتفرج عليه الصبح لما نشد الموبايل متاعي. فإن حاجة نستفيد منها زي إن نشوف الطقس، ونشوف إن مثلا حاجات تخليني نتشجع نستغفر أكثر. هنا يا بنات طلعنا بأن الجو هذه الأيام احنا في فصل الربيع والجو بديع زي ما يقولوا، فحبينا نفطروا برا. خدينا 3 حبات طعمية. يا بنات أنا لما ناخد حبة فلافل أو حبة طعمية تشبع فيها، ما نقدرش ناخد مثلا ماكسيموم 2، لكن هي حبة تشبع فيها. وخدينا صحن فول زي ما تشوفوا، فول بالطحينة يا بنات. الطحينة والزيت أنا نحبها هيك، ما نحبهاش الفول لما يبدأ لونه أحمر. طبعا زي ما تشوفوا صحن واحد وسدنا ما شاء الله، حتى لأننا نخاف على الوزن. وطبعا النعناع كلها حطيتها في الطاسة بتاعي. أنا يا بنات نحب النعناع مع شاي، أصلا راجلي ما يحبش النعناع هلبة. حطيت له أنا ممكن ورقة على خاطر تغير الطعم متاعه. هنا يا بنات بعد ما خديت الشاي وفطرنا كل شيء، أنا قلت له خليني نمشي لمحل الورد. مشي لما جيت لي محل الورد بعد ما فطرنا، قعدنا قريب ساعتين يا بنات. خلاص ما نتحملش أنا الشمس، نحب ديما نطلع إنه في مكان مغلق. فلقيته مسكر، قلت له خلاص هو عاجبه السوق، قلت له خلاص اقعد أنا نروح للبيت. إنه كتب قلت له علي شني الحاجات اللي ناقصات في الحوش، الخضار وكذا، الخضرة، فهو بيجيبهم. وأنا هنا مشيت نتجول وماشية لمحل الورد الثاني. عارفين يا بنات لأن الوقت ربيع يا بنات، وقت ورد حاجة طبيعية. فأنا قلية قديش يوم نتخيل في الورد الطبيعي عليه الطاولة. وانا هنا شفت محلات الصراحة حلوة يا بنات، قلت توا يوم تاني نصور لكم المحل شن فيه والأسعار عشان تاخدوا فكرة للناس اللي تبي تجي وتاخد ملابس. طبعا جيت لي محلي هذا المفضل، ديما ناخد منه الصراحة. فخديت الورد يا بنات. ليش تبغى الورد الأحمر ما ناخدش فيه؟ عمركم ما شفتوني واخدة ورد أحمر، لأن عارفين أيامات قبل الزواج ديما احنا بنات نشرو في ورد أحمر، وكان خطيبك يجيب لك ورد أحمر. وأول الزواج ديما حسيت روحي خلاص that's enough، مليت الصراحة، ما نحبش حتى نشري. فخديت الورد هذا يا بنات، الزهور هذه شوفوها كأنها تقول أنا فصل الربيع. فخديتها معاي ومروحة. الصراحة أنا نمشي هنا وفي الشمس، عارفين إنكم تبوا زي الكائنات الفضائية أو شيء، إن تختفيوا وطول تلقوا روحكم في البيت. هذا هو الجو. أنا نمشي ومش قادرة شمس، من رغم إن الساعة كانت كم مش عارفة 1 أو 12 عز الشمس. وشوفوني يا بنات لابسة الجوانتي، ضروري يا بنات ما تطلعوش من غير جوانتي، حتى لو كنتم مش محجبات. لما تمشوا في الشمس البسوا الجلافز او الجوانتي، على خاطر مش حلو منظر البنت او واحد. خلونا من السمورية الطبيعية، اللون اللي اعطاه لك ربي جدا جميل. اي واحدة انا سمرة مثلا، اي بنت سمرة اللون جميل. لكن شنو يا بنات،
لو كنتي بيضة أو سمرة ويديك لونها اسمرار من الشمس. لون الشمس مش حلو، يخلي فيه زي الأزرق زي المحروق. سبحان الله. طبعا أنا نتمشى ومعجبة بفصل الربيع ما شاء الله، وصوت العصافير يا بنات مش عارفة حتى سمعوه في الفيديو ولا لا. فقولوا لي شنو هي أخباركم، شن دايرين، وقولوا لي بالله عليكم اكتبوا لي في التعليقات كل واحدة، هل قبل ما تطلع تشوف الابليكيشن متاع الطقس او الويدر تشوف مثلا ان اليو في قديش درجة اليو في عالي هلبة، او الاشعة الفوق البنفسجية عالية او واطية او شنو، ولا ما تشوف لهاش بكل، وتشوف برضو سرعة الرياح. تقولوا لي شنو علاقة سرعة الرياح؟ أنا قبل لما تقول لي ماما شوفي سرعة الرياح نقعد نضحك ونقول لها علاش بنشوف سرعة الرياح، لكن عرفت بعدين إنه يكون الجو إنه يريح يعجاج شيء، فما تقدريش تقعدي في مكان برا. هذه الثلاثة الحاجات نركز عليها، ونشوف درجة الحرارة كم وقداش تصير درجة الحرارة على طول اليوم، عالية هلبة ولا لا. أنا حكيت عليه في بداية الفيديو وتوا عشان في ناس ما عندهاش الثقافة هذه. فمرة بنت طلعت معاه دارت لي موعد في عز القايلة، وما كنتش ننفع اني مثلا نكنسل الموعد هذا، لان كان هو الموعد هذا لي أنا مهم يا بنات. فلما لقيتها قلت لها كذا كيف حالك اخبارك، ليش طالعه في هذا الوقت؟ قلت لي لا عادي. قلت لها لا مش عادي. قلت لها الصراحه انا يا بنات صريحه هلبة، اي حد يقعد معي لو كان في شيء مش عاجبني نقوله له لكن باسلوب حلو. فقلت لها مثلا مش نقولها لا وكذا واحد، نقولها لا هذا الوقت مثلا اليو في فيه عالي ويديك حيصمر وهلبة ووجهك حينحرق. أنا الشمس ما تحملهاش تدير لي في الشقيقة، ما نحبش نطلع في شمس هلبة. فالمهم من هذاك الموضوع حسيتها فعلا البنت اهتمت. تخيلوا يا بنات ممكن تربحوا أجر في بني آدم ما يعرفش مصلحته وتقولوا له لا إن هذا الوقت مش كويس. يا بنات أي وحدة تشري نباتات أو ورد لازم تشيلي الأوراق كلها. كل ما نحط باقة ورد في المزهرية في فيديو نقول لكم شيلوا الأوراق. ليش؟ أول حاجة الأوراق حتاخد من المية، مش حتوصل للبتلات متاع الزهرة نفسها، مش حتتغذى كويس. تاني حاجة الأوراق لما تمس المية الأوراق يا بنات تعفن حرفيا، لو خليتوها حتى يوم تعفن حشاكم. ثالث شيء يا بنات المنظر لما تشيلوا كل الأوراق، أي نوع زهور أنتم تشروا أو ورد شيلوا الأوراق، حتلاقوها شكلها أرتب وأنزك وأحلى بمليون مرة. أنا في كل فيديو يا بنات نقول خلاص ما عادش نبي نتكلم هلبة أو نتكلم كتير، فاهمين؟ نحس فيه إن الفيديوهات اللي فيها هدوء ومش كلام هلبة نحس فيها أحلى. لكن بالصدفة نتكلم نلقى الفيديو تم، نقول بنسكت شوية نلقاه لين تم. فأنت مشين تفضلوا يا بنات إن الواحد يتكلم ويشرح هلبة ولا نخلوها نص نص؟ هنا يا بنات أنا للبنات اللي ما عمرهم سافروا تركيا أو مشوا لي تركيا أو مشوا لي إسطنبول بندير لكم وجبة تقليدية في كل المقاهي. طبعا يا بنات أنا لما قطعتهم مش لابسة نظارات، تبي لي فترة عشان نتعود إني نلبس نظارات يا بنات. قطعوهم أصغر من كده، أنا لما لبست النظارات لقيت روحي مقطعتهم كبير تخيلوا. فقطعوهم أصغر من هيك يا بنات. هذه وصفة مهمة في كل بيت تركي وكل المطاعم التركية، اللي هي وصفة يا بنات هو يقولوا له بلاف البرغل أو شيء ما نعرفش كيف ينطقوا فيه بالتركي. فالناس اللي ماشية لتركيا وعارفة اسمها بالتركي تكتب اسمها عادي. تقريبا البرغل في تركيا اسمه برغل. المهم يا بنات تاخدوا بصلة وتقطعوها مربعات صغيرة جدا جدا، وتقطعوا الطماطم الخضراء بعد ما تقشروها. الطماطم الخضراء اللي هي البندورة، احنا في ليبيا نقولها طماطم خضراء.
تقطعوا الطماطم حتى هي مربعات يا بنات صغيرة جدا. وبعدين تجيبوا معجون الطماطم يا بنات تحطوا كشيك صغير، ما تحطوش كمية كبيرة لين تبدا حامضة. ولأني أنا متغدية بروحي اليوم، متغدية بروحي يا بنات، فحطيت كمية قليلة. أنا بديت سبحان الله نكره نحط ماكلة ويتلوح منها، خلاص الحمد لله تخلصت منها هذه العادة. فحطيت يا بنات الفلفل الأسود والبرغل، وحطيت ملح، مش عارفة شو بنحط، هو هذا الأساسي متاعها يا بنات. وتقعدوا ضروري تقلبوا فيها على النار دقيقة تامة ضروري. أنا حطيت زيادة مية شوية، لا هي المية مفروض أنقص من هيك شوية. وبعدين يا بنات تنقصوا عليها الغاز، تخلوا الغاز شمعة، إن عرفتي لين تبدأ النار لونها أزرق يعني أضعف شيء، وتخلوها على جهة لين تنشف خالص، لين تنشف بالمرة. وبعدين يا بنات هاني بنحضر كباب سريع جدا. أول حاجة خذوا الفلفل الحلو أو الفلفل الرومي الملون، وفلفل أخضر حار. فطبعا البرغل هذا يا بنات بديت نطيب فيه أنا وزوجي كل يوم كل يوم، خاصة بعد رمضان، لأنه خفيف، قد ما تاكلوا تحسوا روحكم بطنكم فاضية. هذه أول شيء. وما يزيدش الوزن زي الرز والمعكرونة. طبعا الرخامة نظيفة يا بنات، غاسلتها، فطاحوا شوية جنب الماكينة ورديتهم في الواحد. هنا يا بنات إن نرحيهم، أو في محضرة الطعام نرحيهم. وبعد ما رحيتهم يا بنات خديتها من قدامكم وصفيتها في اللواندينو، يعني عصرتها بإيدي عشان المية كلها نتخلص منها متاع الفلفل متاع الفلفل. شوفوا هنا يا بنات لما حطيتها، شوفوا ايدي عليها المية، كنت غسلتها بعد ما اني عصرت الكمية كلها. وحطيت عليها يا بنات اللحم المفروم معاه دهن زي ما تشوفوا، وحطيت فلفل أسود، وحطيت شوية كزبرة أو أي نوع بهار تحبوه، وحطيت بيضة واحدة عشان تمسك في بعضها. شوفوا الشكل متاعها يا بنات كيف يهبل. طبعا ما فيهاش لا خبزة ولا أي نوع من الطحين. بعدين يا بنات حطيت هادو، والتاني حطيته في الثلاجة جمدته يا بنات. قلت لكم إن نحب الأكل بديت طازج، ما ياخدش وقت. الأكلة كلها على بعضها بالمشاوي بالمشوي هذا، والواحد ما خدتش 40 دقيقة، يعني نص ساعة تلقوه جاهز كل شيء. وهنا الفلفل المشوي والبندورة المشوية هادو أساسيات. يعني الناس اللي مشتش لتركيا وتبي تشوف المطاعم في تركيا، فهي هذه الوصفة اللي تلاقوها في كل مكان. هنا يا بنات شوفوا أنا نقولكم شيء، مفروض بعد ما طفيت النار وطاب حسيتوه تخلوه يا بنات 10 دقايق أو أزيد شوية، لأنني كنت جعانة، أزيد شوية إنه يزيد يجف أكتر، فهو يكون محبب زي الرز يا بنات، فاهمين؟ إنه نتري زي الرز. لكن أنا إنه بصراحة استعجلت وطفيت عليه النار لما دقت الحبة ولقيتها خلاص طابت. وهنا يا بنات هذه السلطة اللي درتها التغميسة، اللي هي زبادي وطحينة نفس المقدار، مثلا ملعقة كبيرة طحينة، ملعقة كبيرة زبادي، شوية توم تحطوا. أنا ما حطيتش توم الصراحة يا بنات، لكن هي تحطوا عليها شوية توم وشوية خل، تجي روعة تهبل. هنا بديت يا بنات نصف الطبق زي ما تشوفوا زين فيه. فقولوا لي في وصفة اليوم عجبتكم، حضرتها بطريقة سريعة عشان إن الفيديو ما يكونش طويل. فشوفوا يا بنات إن أطباق جدا جميلة، ما تاخدش منكم حتى ساعة، 30 دقيقة 40 دقيقة ماكسيموم.
فما شاء الله تبارك الله. ممكن لأن الكمية صغيرة، لكن لا عادي. فأنتم عشان تحضروها في نفس الوقت وما تاخدش الوقت، فإنكم ممكن تحضروا اللحمة أو عجنة الكباب في اليوم اللي قبلها حتى تتبل أكتر يا بنات. وتاني يوم البرغل لما تحضروه يا بنات، البرغل مش حياخد منكم 15-20 دقيقة ماكسيموم طقوه طاب. طبعا الطعم كان يا بنات يهبل. أنا خديت طبعا بعد ما أكلت قدامكم، أخدت الصحن للصلاة وتابعت. نحب لما ناكل نتابع شيء، فاليومين الهبة جايتني على حارة شوف من يتابع فيها. نحب الحلقات السعيدة، ما نحبش أي شيء فيه كد. الحلقات السعيدة والقصيرة. هنا يا بنات هذا بعد ما قيلت، هذا وقت العصرية. فالناس حيشوفوني يقولوا لي أنا لما شفت الفيديو قلت نفس البيجامة اللي في الفيديو اللي فات. يا بنات عارفين لما كل يوم تلبسوا لبسة، لكن بالصدفة لما يجوكم ناس يلقوكم في نفس اللبسة، هذا اللي صار معايا ومعاكم. لا شانيل طبعا شانيل قطوستي أو قطتي جت بتنقز على الورد، مشي قلت لها لا يا شانيل. فهي فهمت خلاص، ما عادش تجي لما نكلمها، خلاص ما عادش تجي للشيء. فشفتها كيف مؤدبة، قلت لها لا ما جتش، ديروا روحكم ما شفتوش اللي صار. هنا يا بنات حطيت الورد، وبعد تالي قررت اني ننظف الصالة تنظيف عميق شوية. لكن أنا ما نقدرش نصور لكم التنظيف، لأن عارفين لما تمسكوا المكنسة تمسكوها بيديكم الاثنين وتقعدوا مثلا تمشوا وتجوا بها لأن تنظف كويس، وبعدين بنبان كل في الكاميرا، فما نقدرش. فأنا نوري لكم إن شوية خطوات بس. لكن والله بعد ما نسكر إن الكاميرا إن تنظيف عميق، حتى إن باب البيت نلمعه من برا ومن جوا. فهمتوا؟ فشكرا على التفاعل. الفيديو اللي فات شكرا على كل اللايكات، أقسم بالله جدا انبسطت لما شفتكم. شوفوا هذا المعطر، ما نعرفش موجود في مصر ولا لا، ولا في أي مكان. هو تركي، وفي تركيا في منه هلبة فروع، لكن أنا جبته معاي من ليبيا. لما شميته في بيت أهلي قداش عجبني. عارفين ريحة نظافة، ريحة بودرة، ريحة البودر الجميل. فأخديته وصراحة ما شاء الله قعد معاي فترة كويسة. وهنا طبعا يا بنات نوري فيكم إن وقت الشغل، لكن بمجرد ما طفيت الكاميرا شلت الطاولة اللي عليها المزهرية وإن نظفتها كويس الفرشة. وخاصة زي ما تشوفوا يا بنات، أنا لأن عندي قطط في البيت يبي تنظيف مضاعف، فإن البر متاعهم وكذا، فإن يبي طول الوقت الواحد نكنس في البيت مرتين في اليوم، عشان إن نخاف من الوبر متاعهم. بعدين يا بنات جبت هذا الملمع متاع الأرضية البركة. وهنا بعد ما خلصت الشغل يا بنات وقت الاسترخاء. الصراحة جربت هذا الكاكاو متاع البراند هذا يا بنات، ما عجبنيش حسيته جدا خفيف. أنا نحب طعم الكاكاو أو الهوت شوكولات يكون قوي، فحسيته خفيف، ما عجبنيش عفوا. وزي ما قلت لكم يا بنات، شكرا على كل واحدة تدير في لايك. والله لما كل لايك عارفين قديش ننبسط بيه ونفرح بيه. توا هذا البسكويت مشهور في مصر،
مش عارفة في دول تانية تعرفوه ولا لا، هو بسكويت النشادر. لو نقول لكم هذه العلبة من امتى واخدتها مش هتصدقوا، واخدتها من تاني اسبوع في رمضان. باش تعرفوا كمية الحلو إن ما ناكلش فيها كتير. الحلو ما نحبهاش هلبة، مش ما نحبهاش هلبة، أنا نحب الحلو لكن امتى ناكلها نحس بطعم السكر، فإن سبحان الله بسرعة نشبع. وعاجبني في نفس الوقت. شوفوا قداش ضي، ولحد الآن قاعد مقرمش ويهبل يا بنات. طبعا وقت العصر يا بنات من قبل نفتح في القرآن وقت الصباح، تمام. فبديت نفتح في القرآن أغلب الوقت وقت العصر، بعد أذان العصر أو قبل المغرب بساعة ضروري. بديت من العادات اليومية لي. سمعت واحدة تتكلم يا بنات، والكلام ليكم كله عشان تستفيدوا، إن قالوا أهم شيء في الاستقرار تديري روتين. الروتين هذا الروتين إنك أي حد برا البيت يعرف إن مثلا عليا شنو تسوي في هذا الوقت، أمك وخواتك زوجك كذا، لو كان برا شيء عارفين إن عليا الوقت هذا كذا. فالفكرة الحلوة مثلا واحدة تنصح، قالت تنصح في صاحبتها، والنصيحة الصراحة عجبتني. قالت لها إن مثلا أطفالك وقت العصر إن أعملي لهم شاي بلبن أو شاي بحليب أو أي شيء، وأعطيهم هذا الشاي كل واحد في مكانه. ما تقولي لهمش مثلا اتركوا الموبايلات أو شيء، فيحسوا بسعادة. وهم تاني يوم في المدرسة إن يحسوا إن ليهم روتين وأجواء سعادة في البيت، فيتحفز القدرة متاعهم على الدراسة بشكل أفضل. فهنا يا بنات طبعا طلعت تاني يوم يا بنات، مش نفس اليوم، هذا تاني يوم طلعنا تمشينا، أخدينا كافي برا لأن الجو ربيعي ويجنن.